السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم؟ شخباركم؟ أنا حابة إني أتشكركم كتير على تفاعلاتكم اللي كانت إن كانت إيجابية أو سلبية. بالنهاية كل حدا ورأيه. وكمان في مجموعة من التعليقات اللي بتطالبني إني أقول اعترافات بخصوص اللي صار معايا وبالتفاصيل. وطالما أنتم ساعدتوني حتى يوصل الفيديوهات وتوصل قضيتي وتوصل صوتي لأعلى ناس، يعني أعلى نسبة ممكن أتوقعها وما أتوقعها كمان، ويوصل صوتي للناس اللي أنا المعنية بالأمر. فأنا دين يعني أنا حاساه يعني على عاتقي إني أنا لازم أحكي وأفسر أكثر حتى تكون عبرة، حتى تكون يعني قصتي أنا إذا بعد ما أخذ حقي. أول شيء أنا عملت الفيديوهات، الغاية بتاعتي كانت إني أنا حابة أوثق كل شيء مشان لما أروح على البحرين وأفتح القضية من أول وجديد أعرف إني أخذ حقي من غير ما يصير تلاعب من أول وجديد، يعني تكون قضيتي أنا مطروحة للرأي العام تمام وموثقة في السوشيال ميديا. ثاني شيء السبب الثاني كمان مشان تكون قصتي أنا عبرة. أنا كواحدة كانت وافدة من قبل في دول مجلس التعاون، فبعرف أنا كيف بتمشي الأمور كتير. يعني حتى لحد هاي الحين يعني في مثلا دولة الإمارات في ناس بتستقطب وافدين تفتح شركة، ممكن تكون حتى شركة وهمية، تاخذ سجل تجاري، تجيب ناس تاخذ قرض باسمهم، تعطيهم مبالغ بسيطة وبعدين يا تعلن إفلاس. هي إما يصيروا هم مطالبين يغادروا الإمارات حتى ما يصير عليهم مشاكل، ولكن في المستقبل ما حدا بيعرف، ممكن يطالبوهم دولة الإمارات تطالبهم، ممكن تصير عليهم مشاكل. فأنا حابة إني أقول يعني هذا الكلام مشان يصير عبرة، ومشان الناس اللي أنا تعاملت معاي وعملت لي هالقضية ولفقت لي وخدعتني تكونوا انتوا على الأقل على بينة، مشان بكرة إذا صار معاكم لا قدر الله مثل ما صار معي مع شوية مغريات، احنا في النهاية بشر بنضعف، ما يصير معاكم نفس ما صار معايا ولا قدر الله يعني. بالنسبة للناس اللي طلبت مني إني أعمل فيديوهات حتى أوضح فيها أكثر وأكثر، طبعا إنه تفاصيل القصة كتير كتير طويلة، فأنا اختصرتها، أعتبر اختصرتها كتير كمان، ما حكيت بالقلم نشرح يعني واحدة واحدة. أنا حكيت واختصرت كتير، حاولت ألخصها قدر ما المستطاع. فطبيعي إنه إني أحكي، ما راح أحكي من أول ما دخلت ومن أول ما كذا، ولكن رغم هيك أنا راح أجاوب على تعليق حدا بعث لي تعليق اليوم. وانا رديت عليه ووعدته اني انا هنشر فيديو وانا عند كلامي طبعا، رغم التهديدات اللي بتوصلني والوعيد كل شوي والابلاغات على القناه، مع انه لو قفلوا هالقناه راح اعمل قناه ثانيه مش قصه يعني. ثاني شيء يعني انا ما بحكي في شيء يعني جزافه، ولكن انا بحكي في كل شيء صار معايا وبدي في عليه دليل. في حد علق لي تعليق وقال لي انه كلامي مش منطقي وما فيش اي تسلسل، طلب مني اني اقول كيف دشيت البحرين. انا دخلت البحرين على اساس اني انا كوافيره، تمام، فيزا 3 شهور، في 3 شهور في 3 شهور كل مرة تتجدد. بعدين أنا ظليت بس 6 شهور، سافرت على بلدي، رجعت بعدها بزيارة، فيزا زيارة بشهر. قبل ما تخلص فيزا الزيارة بشهر أنا كنت عاملة إقامة، بس الإقامة أنا اشتريتها إقامة حرة ب2000 دينار بحريني من عند حد عنده سجل تجاري، وطليقي هو اللي وقتها اشتراها لي. بيقول لي انت كيف صار كيف صرتي سيدة اعمال في خلال 5 سنين فقط وسيارات وشركات ومش عارف شو. طيب تعال اقول لك شغله، بالنسبه للشقه او الذهب او السياره اشتراهم لي طليقي كمهر، وفي نفس الوقت انا زوجته في النهايه، تمام. انا ما كنت اعرف عنه انه هو نصاب، انا واحده وافده، ماني بنت البلد، ماني بنت الديرة، مين حسأل يعني؟ سؤال يعني مين حسأل؟ هو حكى لي عن نفسه، وصف لي حاله إنه هو رجل أعمال وعنده ممتلكات، فأنا صدقته مثلي مثل أي حدا ممكن يصدق، تمام. بالنسبة بيقول لي أنت كيف كانت عندك مغاسل ومش عارف شو. أنا ما كان عندي مغاسل باسمي كلها، لأنه أنا كوحدة وافدة مش بحرينية ما عنديش الحق إني أتملك يكون السجل التجاري باسمي. هذا في 2013 2014، ما بعرف اذا هل القانون تغير ما بعرف، ولكن انا وقتها كان عندي صديقتي بحرينيه من اصول مصريه، هي اللي عملت لي تفويض في المغاسل. انا فقط خسرت شويه فلوس على الديكور والايجار، وباقي الماكينات اجت عن طريق بنك التسهيلات، وبعد 6 شهور صرنا ندفع، يعني ندفع في الأقساط فقط. يعني من مغسلة صاروا 2 فقط، هي القصة كلها. يعني اللي عايشين في البحرين بيعرفوا هيك كيف تمشي الأمور. بيسألني بيقول لي أنت كيف طلعتي من البحرين وعليكي تعميم والله هالسؤال ما تسأله لي أنا،
أنا حتى المحامي اللي أنا عملته وقتها مشان قضيتي وحضر معاي في النيابة العامة الأستاذ موسى البلوشي اللي أنا عاملة له توكيل. قال لي أنا فلوسك بدي أرجعهم لك إنه ما حللتهم. قلت له ليش؟ قال لي أنا ما طلعتك، اللي طالعك سموه، فأنا ما فيني أخذ هالفلوس. هذا أول هام. ثاني هام، أنتِ بيقول لي أنتِ كيف دفع في البحرين مثل أي دولة عربية مع الأسف، يعني في ناس شرفاء ومحترمين، بس ما يمنع إنه في ناس كمان مرتشين، شوية فلوس ممكن تمشّي مصالحك، وبعدين المطلوب ما كنت أنا مطلوبة، مو كنت أنا اللي بدهم ياني، هم كانوا بدهم أشخاص ثانية، كان بدهم البطل بتاعنا، بتاع قصتنا. هم اللي كان بدهم إياه وأنا الوحيدة اللي كنت جسر العبور، يعني أنا كنت همس الوصل بيني وبينهم، بيني وبينه. فطبيعي إنه هم يبتزوني أنا أو يضغطوا علي أنا حتى يعرفوا ياخذوا منه هم اللي بدهم إياه. يعني هيك مشيت القصة. تمام. وبعدين هو ضحى فيني، أنا ما ركضت ورا المصاري، مع إنه هذا حق أي إنسان وافد رايح البلد غربة مشان يشتغل مشان يحسن وضعه المادي، ولكن ما ركضت أنا لو كان بدي أركض ورا المصاري مثل ما بتحكي حضرتك كنت ضليت هناك، وكنت هلا للحين عايشة في مستوى الشيخة. كنت للحين عندي فلوسي وأموري تمام وما صار علي أي شيء. تمام. ثاني شيء لو كنت أنا بركض ورا المصاري كنت أنا هلا عندي إمبراطورية. كيف أنا بركض ورا المصاري؟ وحتى لو ركضت يعني وطمعت يعني عادي، هذا طموح وأحلام أي شخص في الدنيا هاي بيعيشها، بيحب بده يكون عنده شوية مصاري أمن فيهم حاله. ما كفرنا يعني. طيب بالنسبة للموضوع الثاني ما راح أطول عليكم. أنا حكيت لكم يعني بإيجاز كيف دخلت وكيف صار معايا وكيف 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 وكيف. هلا راح أعمل فيديو ثاني، خليكم معايا. أنا بتشكر كتير متابعيني، أنا حابة إني بس أوضح أكثر وأكثر مشان ما تقولوا هي بتحكي في كلام تلفيق لا، أنا كل شي عندي بالدليل وللحمد، والحمد لله إنه كل شي عندي بالدليل. فأنا حنزل الدليل في صندوق الوصف وحتشوفوه يعني. هاعمل هلّا فيديو هاقول لكم مين الشخصية اللي أنا كنت باحكي عنها. تمام. هاحكي لكم على أهم شخصية طبعًا اللي هي الرجل الأعمى الإماراتي. بالنسبة لبقية الشخصيات هاحكي عنها في الفيديوهات لاحقًا. تمام. وأنتم عارفين غايتي هي شو بالضبط، تتحل مشكلتي، تثبت براءتي، أروح على البحرين، تنفتح القضية، كل حد ياخذ حقه فقط. أنا ما طالبة شي أكثر من هيك. المهم هلا حابة إني أستودعكم لثواني فقط مشان أنزل الفيديو اللي بعده وأحكي لكم فيه على الشخصية اللي أنا هحكي عنها اليوم. السلام عليكم.